الرغيفات بمناسبة عيد الأضحى وجدتهم اليوم الغدا ساهلين ماهلين. عشاقين التقرميلة كيجيو مقرملين وبالزربة كيتحضروا. Ciao a tutti, oggi facciamo un dolce tipico di Marocco, buonissimo, gustoso e facile da preparare. Qua facciamo noci, diciamo frutta secca, quella che ce l'abbiamo a casa, sesamo, creme caramelle, cioccolato, 100 grammi di burro, possiamo usare zucchero o miele. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ اليوم غنحضروا واحد الحليوه كتجي سهله ماهله وبالزربه كتحضر. اليوم غندير جوج شكيلات اللي ساهلين، يعني تحضريهم حتى لاخر لحظه. هنا عندي كاسروله غندير فيها شي 100 غرام العسل، او نقدروا نعوضوه بالسكر. عندي 100 غرام الزبده غنديرها تسخن، ونقص البوطه نبقى هكا بتحريك باش ما تحرقش. نقص شويه البوطه ملي سخنات هاد العسل وهاد الزبده. ودابا غنضيف كريم كراميل، نقدروا نعوضوه بكريمه ديال البيستاك او ديال اللوتوس. هنا عندي شي 100 غرام ديال الشكلاط صافي. هنا داب لي هادشي غنضيف عليه الزنجلان، ما حمرتو ما والو حيت مازال غادي يتحمر. هنا الا حمرناه راه يقدر يتحرق لينا ويعطينا واحد المذاق ديال المروره. صافي واحد جوج ولا 3 ثواني غنطفي البوطه وغندوز نضيف هاد المكسرات او هاد الفروتا ساكا، يعني داكشي اللي متوفر عندنا. مع كيبقى شويه شويه كنجمعوه. هاد الرولي كيجي زويون، كيحمر الوجه هماوي. صافي كنحركهم حتى كيتماسكوا ليا كاع داك العناصر. صافي هنا بعد ما بقاش سخون بزاف يعني ولا تيبيدو. هنا عندي غنحتاج واحد المول غلفته بورق الزبده صافي باش يشد ليا الفورمو وما يلصقش ليا في المول. المول كيبقى على حساب السن قداش ما بغيناه غليظ او رقيق. انا بغيته شويه غليظ، الا بغيناش مغليش نقدروا نديروا مول يكون عريض شويه. صافي هنا ذوبت الشكلاط غادي نديروه في الفوق هكا. يعني زلافه باقيه سخونه. يلا حيتها من فوق الماء. صافي غنوزعو بالتساوي كيف باين في الفيديو، ساهل يعني حتى لاخر لحظه. ونقدروا نوجدوه باش نزينوا الطبله ديالنا الفطور ان شاء الله لمناسبه غدا العيد، عيد الاضحى. هنا عندي القليل من الشوكولاته البيضاء، درتها في ساكابوش وقطعتها هكا، قطعت ليها الراس ودرتها خطوط على هذا الشكل بحال شكل ملفه. وغنجيب واحد الكيغدو وغندير خطوط هكا سهله مهله. صافي وغادي في هذه الاثناء ندخل المجمد تشد راسها واحد ساعه المكانه. وفي هذه الاثناء غندوز نحضر واحد الرغيفات على ما يبرد ليا هذاك الرولي باش نقطعوه. نوجدوا الرغيفات ساهلين ماهلين. عندي تقريبا شي 300 غرام ديال الدقيق، عندي راس معلقه القرفه اختياريه اللي كيعجبو المذاق، عندي خميره البيكن باودر من فئه 15 غرام، عندي فانيليا. التنسيم كيبقى على حساب الرغبه، نقدروا نسمو باش ما بغينا. صافي قبيصه تاع الملح
صحيح الذوق. صافي ما غنديروا لا سكر لا والو حيت غادي نعسلهم. صافي هنا وغادي نعجنوه بالماء دافي. غير هو اللي بغاهم يكونوا رطبين يقدر يدير شويه الزبده، واحد 100 غرام، واللي كيبغيهم مقرمشين بلاش، واللي بغى يعجنهم حتى بالحليب كيجيو زوينين. انا عجنتهم بالماء. صافي العجينه كتبقى شويه قاصحه ماشي بحال ديال المسمن. صافي غنعطيها واحد الكه خفيفه، وغنديرها في بلاستيك غذائي واحد 10 دقائق طلق شويه. صافي ونرجع ليها. صافي نخليها على جنب. هنا غنمشي نوجد نشا. هاد العجين باش غيجينا مورق خصنا نكثرو في النشا. العجين نقسم على جوج، نخرج منها جوج كيلات ان شاء الله. صافي هنا غنكثر النشا. الا بغينا تجي لنا مورقه خصنا نكثرو فيها النشا. صافي ونسرحها بالمدلك، راه سهله مهله. قد ما سرحناها رقيقه قد ما نحصلوا على نتيجه اللي بغينا. صافي راه سطح العمل كيبان. هنا نكثروا النشا. صافي ونسرحها. وهنا غادي نبدا نرولي فيها. نديرها على شكل رولي بهذه الطريقه هكا. صافي غنبقى بشويه بشويه حتى كنحصل على واحد الرولو. استعانه ديال النشا او مايزينا. صافي وغنبقى مستمره حتى نكمل هذا الرولو. ساهله. وفي الاخر غادي نجيب الشيته ونمسح داك الزوائد ديال النشا باش يلصق على هذا الشكل هكا، باش ملي نكون نقلي ما يتحلش. ساهل ماهل. صافي دابا نقسمها على جوج باش تجيني ساهله في التقطيعه. صافي غنعطيها واحد الضغطه هكا خفيفه، نقرصها. وما تخافوش منهم، راه مع فيها النشا ملي غنديروها في الزيت غادي يتحلوا. صافي غناخذ وحده ناخذ عليها العبار. السمك على حساب الرغبه، كبار ولا صغار كيبقى اختياري. يعني ساهلين ماهلين. هاد الرغيفات نقدروا نوجدوهم للفطور، الكسكروط، الكوتي. صافي وراه كتعطي واحد الكميه لا باس بها. هنا كنعطي واحد الضغطه في الوسط وندورها ونسرحها هكا. صافي ونبقى مستمره حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. ساهله. صافي مباشره ندوزو نقليوهم، ما خصهمش يبقاو. هنا غندوز لهاد العجينه الثانيه. هذه حتى هي غادي نسرحها نفس الطريقه، تكون رقيقه، ولكن هذه غنخليها تنشف شويه. صافي غنخليها تنشف ومن بعد غندوز نطويها. هذه غنطويها تقريبا شي سنتيم ونقطعها هكا دائريه هكا محرفه شويه بحال شكل الفقاس. راه الطريقه باينه، ما عرفتش كيفاش ملي كنت كنرولي فيها ما كنتش كيتسجل. هنا غادي نثبتها بواحد القرنفله. صافي وكنحلها
وكنجبد ليه هذيك الرويسات كتجي واحد المنظر بحال الوريضه. هنا كيف باينه ليكم خرجت ليه انا دوك الرويسات. صافي هنا الزيت كيسخن غنبدا نقلي، غنسبق الرغيفات هما الاولين. هنا كنعطيها واحد الضغطه بالمعلقه باش كتسحل تنفخ وطيب حتى من الداخل. صافي كيجيو مقرملين مقرمشين. صافي هنا نبقى حتى نكمل كاع الكميه وغندوز نعسلهم، ندير لهم العسل. راه حتى العسل ما كيشربوش، والتزيين كيبقى اختياري. هنا كنقول لكم عيد مبارك سعيد، عيد الاضحى، دخلوا لنا بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر. صافي هنا غادي ندير عليهم العسل بهذه الطريقه وندوزو للشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي، جاو زوينين. هنا رافقتهم بواحد الحرشه حتى هي اللي جات زوينه. وهنا كنقول لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه، عيد الاضحى. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.